شاحتين نت من الجيران والبنات ماشية مع الولاد وبيغسلوا الهدوم في الطشت. الأب مغلوب على أمره والأم شعرها متحني بالحنة البلدي. تفاصيل مش هتصدقها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. يا ترى إيه حكاية المخرجة ياسمين أحمد كامل مع المسلسل ده؟ إزاي قادرة تتحكم في كل حاجة كده؟ ليه سلمى أبو ضيف غيرت من نفسها؟ هل ليلى أحمد زاهر حظها حلو؟ الفيديو ده هيحكي حكاية جديدة من حكاوينا. يلا، اللي يكلمك عن غياب الدراما الشعبية وتحول النجوم على دراما الكومباوندات والإعلانات الفاخرة وبقوا في عالم تاني. قوله انت ما شفتش مسلسل أعلى نسبة مشاهدة ولا ايه؟ اهو ده مسلسل جاي من قلب الحارة الشعبية، تفاصيل التفاصيل اللي عشناها لما كنا صغيرين ولسه في جيل بيعيشها بعدينا، وهو جيل بيسلم جيل. زي ما شفنا المخرجين برضو جيل بيسلم جيل. والحكاية بدأت من عند المخرجة ياسمين أحمد كامل، هي دي صاحبة فكرة المسلسل وصاحبة الإبداع في التصوير. بتقدم عمل مذهل، متحكمة في كل أدواتها رغم صعوبة لوكيشن التصوير والملابس والديكور والإضاءة. كل دول طلعوا رائعين، حتى الموسيقى التصويرية طلعت أروع كمان. المسلسل بيحكي الواقع اللي احنا عايشينه، بيناقش استغلال السوشيال ميديا وخصوصا التيك توك عشان المشاهدات والترند والشهرة. من الآخر كده عشان يهربوا من الفقر. اللي ما شافش المسلسل ده يلحق يشوفه عشان فايته كتير. هترجع لأيام زمان بجد، هتشوف تفاصيل مش أي مخرج ينتبه ليها وهتركز معاه. هتشوف تفاصيل دقيقة جدا لعيلة فقيرة بالمعنى الحرفي أو الواقعي للكلمة. النت اللي واخدينه من جيرانهم، قعر الحلة المحروق، لون شعر انتصار اللي متحني بالحنة البلدي وعاملة كحكة، الغسيل مكانه في الطشت. ده حتى نوع الشوكولاتة اللي الأب بيجيبها لعياله هو أقل نوع شوكولاتة في السعر، كتاكيتو، فاكرينها طبعا. تفاصيل كده بسيطة قوي مش محتاجة فزلكة من مخرجة عندها شطارة ورؤية، واللي واضح إنها مش عشوائية خالص ولا عايشة دور شقلب وقلب. اللي هيلفت بقى نظرك وانت بتتفرج على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة شخصية سحر اللي بتقدمها الفنانة الشابة جلا هشام. دور مختلف، شكل مختلف، عاملاه حلو جدا. كمان فرح يوسف عاملة أداء مبهر، وسلمى أبو ضيف بتتقدم خطوات كتير لقدام، لا فزلكة ولا عاملة نجمة ولا حاجة. كل مشهد فيه السهل الممتنع. كمان إسلام إبراهيم شخص مستفز، هتشوفه هتحس إنك عاوز تقوم تضربه وتكسر الشاشة، وده برضو دليل على نجاحه. أما ليلى أحمد زاهر فالدور لايق عليها، تحس كده إن حظها حلو. وبعد اللي اتقال عن المجاملات والكلام ده بعد خطوبتها من هشام جمال، طلع عندها كتير مخزناه، لدرجة إنها كانت بتشكل وخطيبها معرفهاش وقالك مين دي يا جماعة. اللي هيشوفها هيقول عليها عاملة دور عمرها، ومن نظراتها بس تحس إنها بنت مش سالكة. وهنا بقى سأسكت قليلا لهذا الجمال واللي المفروض نتكلم عنهم في أول الفيديو، بس لقينا إن الختام بيهم أحلى وأحلى. انتصار بقى يا جماعة رجعتنا الأيام ذات حرفيا، عاملة دور أم 10/10، ولا غلطة طلعت منها ولا كلمة مش في محلها. أما محمد محمود، حاول تمسك نفسك من العياط وانت بتشوفه على الشاشة، عامل دور الأب الشقيان اللي طالع عينه وماشي في الدنيا يتبهدل يمين وشمال عشان خاطر عياله وبيته. مفيش مشهد دموعك مش هتنزل فيه حتى لو غصب عنك. ده خرج بره الكوميديا والهزار والضحك خالص عشان يورينا شكل جديد للدراما.